صباح الخير. انا احمد حامد شبان. انا والله من ساعة الثورة والكلام اللي حصل ده، بدأت احس ان انا يعني ايه، شوية شوية القرآن ما عدتش مقتنع بيه، لانه بيحلل اي حاجة زي المسيحية كده، انك تعمل ذنب وعادي تروح تعترف كمان. وفي الاسلام على فكرة حكاية الاعتراف دي مش المسيحية بس. آه، مفيش حاجة اسمها كله عادي، مفيش حاجة اسمها كله بيعدي. كل حاجة ليها حساب، ولو فلتوا من حساب الحكومة وفي حساب ال يعني لو خفت من القوة اللي موجودة، يعني ما خفتوش من ربنا برضه هيحاسبك وهيحاسبك. تمام. فالقرآن والإنجيل كفر، يعني الاتنين كذابين، محمد وعيسى. فكل واحد بقى يختار اللي هو عايزه. هيختار يعني، يختار عايز يخش الجنة في الآخر، ولا عايز حياته تبقى هي كان عايش في النار وراح في النار. طيب، يا نرمين ايه اللي حصل يا نرمين؟ تشتمي اليهود ليه يا نرمين؟ شفت يا رضوى حبيبة قلب حمادة، والله حبيبتي يا رضوى حبيبتي، بتشتم اليهود. طب اقول لها ايه دي بقى؟ آه، الزواج بالنسبة للجواز، عشان ما اقعدش نهري كتير، هوية واحدة وفي الآخرة واحدة برضه. شفت بقى يا عم، حتى في الآخرة هتلاقيك واحدة بس. مفيش الحور العين والإلحاد والشرمطة ده، مفيش الكلام ده في الجنة. مش عاجبك انت لما تشوف النار بقى، ساعتها هتعجبك الجنة دي لما تشوف النار. احنا اللي بنحكم البلد بقى غصب عنكم بقى، معلش بقى، معلش عشان انتوا كفار. انتوا كفار. لو امنتوا باليهود وان كل اللي جه بعد موسى دجالين، خلاص انضموا بقى للمؤمنين. بالنسبة للعسكرية الروسية، طبعا العسكرية الروسية اتقل من الاوكرانية. تمام. بس لو كسبت في اوكرانيا هيبقى في يعني العسكرية في روسيا تكون دمرت، يعني ده قوات بالهبل هتتدمر. فروسيا مش هترجع زي الاول، هترجع الحاجة فيها غالية، وهترجع ما معاش اسلحة كتير، وهترجع الجيش محتاج تسليح والاقتصاد هيبوظ، وهتبقى روسيا فريسة سهلة لامريكا. فانت ما تفرحيش يا نرمين، يعني ان روسيا هتدك اوكرانيا. ما هي روسيا هتدك اوكرانيا، واوكرانيا هتدك روسيا برضه. الاتنين هيدكوا بعض، الاتنين في المشمش. انا بحب هبه رياض وايه، وبحب ولادها عشان منها. بحب لارا وعمر عشان هم ولادها بس. انا بحب هبه رياض ونفسي اتجوزها، بس ما تخلص اجراءات الطلاق بقى وتطلع المتخلف اللي كان معاها ده. مش عارف زعلها ليه اصلا، حمار. الله، مصلحة مصلحة. انا بحبها والله وعايز اتجوزها عشان محترم. بس كده الورق خلص. صباح الخير.